يا هلا، هذه الخلطة حقت مشروب شتوي. أمس أنا تكلمت عن الزنجبيل والليمون، وفي كثير يرسلوا لي الخلطة هذه قالوا جربها. والله لا واحد ولا اثنين ولا 10 ولا 20، مجموعة كبيرة بنجربها معكم، وإذا تستاهل بس نقولها لكم تعتمدونها. زنجبيل مبشور وليمون وأناناس، ممكن تستبدل ببودرة أناناس موجودة بالمحلات كثير، وزعفران شوي. هذه المكونات الأساسية. طريقة مو بصعبة يا جماعة الخير، أنا ترى قاعد ضبط كمية كبيرة عشان بحتفظ فيها، وديها للعيال الاستراحة بكرة. حط كمية قليلة من الزنجبيل، ترى المبشور نكهته أقوى من المقطع. أمس الإمكانيات لكم عليها شوي. نحط ليمونة هذه الصفراء زي ما هي، هذا اللي قال لي وعطاني، يقول حط 4 ملاعق الأناناس تقريبا. ممكن تحليها بالسكر أو بالعسل، وهذا الأفضل إنه يكون بالعسل. وبعدها شوي زعفران. تعرف الزعفران ترى ينكه على طول، موية حارة. بعض الناس بيستخدمون موية مغلية، وممكن يطبخها على النار شوي، أو إن من البداية يكون هذا المشروب مطبوخ على النار. ننتظر ونشوف، بعدين ناخذ الكمية ونصفيها. الآن خلاص أخذ وقت كافي، بنصفي اللي موجود. الطعم يا جماعة الخير خرافي جدا، جربوها، بتجوز النسبة كبيرة منكم.